يا صباح الفل. تعالى اقولك ب20 جنيه ازاي هتدبري وتوفري وتعملي كمية الصابون دي كلها وتفضل معاكي شهرين. بصوا الصابون جميل معايا وتقيل والرغوة بتاعته جميلة جدا وما بياخدش اي وقت خالص، وهما مكونان 2 وهتعملي احلى صابون سائل للمواعين. جميل جدا وطريقته مفيش اسهل منها. وتعالي دبري ووفري وتعالى اقولك ازاي هنعمله مع بعض. بس حطي لي لايك واعملي لي متابعة وكومنت حلو منك عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف عملنا الصابون بتاعنا ده ازاي وطلعنا الكمية الكبيرة دي من قد ايه. اول حاجة هنجيب الجردل او طبق، اي حاجة عندك بلاستيك هتستعمليها، هو مفهوش منه اي اضرار خالص. انا عندي طبق، عندي جردل بلاستيك، وعندي كيس الخلطة ده بشتريه من عند بتاع الصابون، بقول له عايزة صابون، تركيبة صابون سايل. التركيبة دي ب20 جنيه بتقعد معايا شهرين، والتركيبة دي بتعمليها على 6 لتر مية. بتعبري كده تجيبي ازازة او اي حاجة وتعملي بها ايه المقدار بتاع المية. هنفتح الكيس بتاعنا ونشوف الحاجات اللي جواه ايه. هما مكونان 2 بس فقط لا غير. ده كيس بيبقى كده عامل زي البودرة، وبنفضيه في الطبق في الجردل او الطبق اللي عندنا. نفضيه كده ونشوف ده ايه. انا جايباه بالليمون، الليمون بالنعناع، بس مش عارفه طالع شكله معايا لونه ازرق ليه. وكنت جايبه قبل كده برضو بالتفاح، هو في منه انواع كتير، يعني هاتي النوع اللي انت تحبيه او الريحه اللي انت تفضليها. كده فضينا الخليط بتاعنا، البودره ودي ايه العجينه بتاعته، بتبقى عامله زي الجل كده بس تقيله شويه. ونجيب بقى معلقه خشب او عصايه او مضرب، اي حاجه عندك، هو ما بياخدش وقت خالص. وانا مجهزه الميه عندي اهوت، ازازتين كبار، الازازه دي 2.5 لتر اللي هم ازاز البيبس، وازازه لتر. فانا هجيب ايد هتفضي الميه وايد تقلب، ويا ريت لو حد معاكي يفضيلك وانت تقلبي، عشان هو بعوز تقليب شويه مش كتير، 10 دقايق بس تقليب. بصوا انا كده فضيت اهوت الميه على الخليط اللي معايا، وافضل اقلب فيه لعند ما يتقل معايا، او بمعنى صح الحاجات ايه المكونات دي تدوب مع بعضيها. ايد بتفضي وايد بتقلب، استمر في التقليب. فضي كل كميه الميه. وفي منه على فكرة روايح تانية اللي انت حابة تجيبيه، وفي منه للسجاد، وفي منه برضو تركيبة للهدوم اللي هي السودة، وفي منه تركيبة اللي هي قاهر للدهون. يعني في منه كذا حاجة، وموجود عند اي محل بتاع صابون. انا فضيت ازازه، وادي الازازه التانية، الازازه كانت 2 لتر ونص، وادي تاني واحده، يبقى كده معايا 5 لتر. عايزه تتقليه ممكن تحطي 5 لتر بس، مش هتحطي ال6 بس، مش هتحطي البودره كلها، هتشيلي شويه من البودره اللي معاه. بس انا عملت 6 لتر لان ال6 لتر دول بيكفوني شهرين، وما بيحصلوش اي حاجه، ولا بيبوظ الايدين ولا حاجه خالص، ولا بيخليها تقشر، ولا ايدك تبقى خشنه ولا حاجه خالص. ننزل بقى ايه باللتر اللي باقي. كده انا حطيت ايه 6 لتر، ونفضل نقلب برضو. قلبي قلبي، بصي كل ما بتقلبي كل ما بيديلك نتيجة احسن. قلبي. هو الموضوع سهل وبسيط خالص ومش مكلف معاكي، وهيوفر معاكي كتير. بدل ما تروحي تشتري سايب من عند بتاع الصابون، شوفي الكيس تقريبا ب6 جنيه او 7 جنيه، ما بيقعدش معاكي 3-4 ايام. او ازازه الفيري شوفي بكام، ازازه البريل بقت بكام، والفيبا والاوكسي، الحاجات دي كلها بقت غاليه جدا. فاحنا عايزين نوفر وندبر في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي، وعايزين نستفيد بكل حاجه. فاحنا الطريقه دي سهله جدا، وانا جربتها قبل كده ومرضتش انزل فيديو بيها الا ما اعملها تاني واوريها لكم وتكون عن تجربه. بصوا كده انا قلبته كويس خالص اهوت، هو كده خفيف معايا، انت هتشوفيه هتقولي عامل زي الميه، بس هو كده لسه هيتقل كمان. بعد ما قلبناه كويس احنا هنركنه شويه كمان يتقل معانا، هنركنه مثلا بتاع ساعتين. كل ما بتسيبيه المواد بتتفاعل مع بعضيها وبيتقل معاكي اكتر. يعني بصوا كده انا هركنه ساعتين وهوريهولك برضو تاني بعد ما ركناه بقى عامل معانا ازاي. كده بعد ما فات عليه ساعتين، بصوا الرغوه بتاعته ما شاء الله، الرغوه جميله جدا ورغوته عاليه مش مطفيه كده ولا بيجير ولا اي حاجه خالص، وتقل معايا كمان. وهوريهولك برضو بالكوبايه تاني وتشوف القوام بتاعه بقى عامل ازاي.
بص تقل معايا، بس انا مش عارفه ليه ليمون بالنعناع مديني اللون ده. بصوا ما شاء الله تقيل وجميل وحلو قوي، وبيفضل عندك ما بيحصلوش اي حاجه. وطبعا لسه هتزوديه ميه كمان. نجيب بقى الازاز او الجراكن اللي احنا هنعبي فيها. انا عندي الجراكن دي كنت عامله فيها قبل كده، كان لونه اخضر اهو، كنت جايباه بالتفاح. انا بعبيه في الجراكن دي، او ممكن تعبي في ازايز اللي انت عايزاه، وممكن تسيبيه في الجردل زي ما هو كده لو انت مش محتاجه الجردل. بس انا ايه بحط في الجراكن ده عشان بيقعد، طبعا بقولك بيقعد معايا شهرين فبياخد وقت معايا، فبعبيه في الجراكن ديت وبروح مغطياه واركن واطلع بقى استعمل منه. بصوا تقيل، بصوا التقل بتاعه جميل. نعبي بقى كل الجراكن بتاعتنا كده وهنجربه برضو مع بعض ونشوف الرغوة بتاعته، وهوريك النوع اللي انا كنت جايباه قبل كده. بصوا بقى ال6 كيلو ادوني الجركنين دول، والازازه دي اللي هي اللتر بس مش مليانه قوي، بس طبعا كميه حلوه جدا ب20 جنيه. انت لو هتجيبيها من عند بتاع الصابون شوفي هتملي دول اكتر من 50 جنيه عشان تجيبي شويه الصابون دول. فاحنا عايزين ندبر ونوفر. حطي بقى لايك على الفيديو الجميل ده، واعملي متابعه وكومنت حلو منك. وتعالي بقى ايه نروح نجرب شويه مع بعض كده ونشوف الرغوه بتاعته عامله ايه، واوريك اللي انا كنت جايباه قبل ده. انا هجيب طبق واحط لك شويه صغيرين، وطبعا احنا بنزوده ميه ما بنسيبوش كده. بص انا حاطه شويه صغيرين خالص، وهزود عليهم شويه ميه، عشان كده بقول لك بيقعد معاكي مده كبيره، عشان بنزوده ميه. وادي ليفه نضيفه خالص لسه جديده ما فيهاش اي صابون. بصوا الليفه رغت، وبقى الرغوه بتاعته عامله ازاي، جميل جدا. وتحطيه على ايدك كده تلاقيه ايه ناعم، ومش بيجير ولا بيقشر الايد ولا بيعمل تشققات في ايدك ولا اي حاجه خالص، جميل جدا. وبصوا الرغوه بتاعته جميله. والتاني انا كنت لسه ما خلصتوش، طبعا انا قبل ما بخلص الكميه اللي عندي بكون عامله جديد، مش هستنى ما اخلصها خالص. عندي العلبه دي انا مزوداها ميه بحطها على الحوض وابل الليفه فيها كده واغسل مواعين. وعندي برضو الازازه دي كمان اهيت باقيه ايه باللي انا كنت جايباه ده. انا كنت جايباه بالتفاح وريحته حلوه قوي جميله جدا، بس المره دي ما لقيتش عنده بالتفاح. وده يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاع معاكم النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك، ما تنسينيش في كومنت حلو، ما تنسينيش بمتابعه او فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، ومع السلامه.